الجيش الملكي هو البطل لدوري ابطال افريقيا، وطبعا متاهل دايركت مباشره للبطوله، وبعديه هيوصل كمان مع الفريق كازابلانكا وادي فرح، وكره بتتقطع وخطيره جدا داخل منطقه الجزاء، والسادس 6-1. توصل ل نهى الصلح، طويله من نهى وفرصه لوادي دجله وخروج من حارسه المرمى، فرصه كبيره، فرصه هدف لوادي دجله، هدف لوادي دجله في الدقيقه 12. يتقدم فريق وادي دجله من اللعبه الطويله اللي اتحطت لزويتورا. كوره حلوه اتعملت في قلب الدفاعات وهدف اول لوادي دجله. والله الكرات الطويله اتعملت حلوه المره دي، اتعملت حلوه، وخطا في التغطيه وتقدم وخروج من حارسه المرمى. تمشي الكره وبتبص عليها مدافعه فريق سبورتنج، انما الكره في الشباك، تبص عليها تلاقيها في الشبكه. الهدف الاول لوادي دجله. والله كره حلوه في ظهر الدفاع، خدمت هنا. ماشي هدف لوادي دجله 1-0 من على وسط الملعب. لكن برافو مروه الحقيقه، برافو مروه، برافو في كل الكرات العاليه حتى الان. تفوق من مرمى توفيق. ردت على الجانب الايمن لفريق سبورتنج ومحاوله للتسديد وكوره في الشبكه. والله حلو، والله جول حلو قوي 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 على طريقه ابو صلاح عندنا في مصر، وعلى طريقه حكيم زياش هناك في المغرب، وكره محطوطه في الشبكه من الزاويه اليمين بالقدم اليسرى لسيلفيان كوكورا. حته هي شوف التوغل، حركات حكيم زياش واشرف حكيمي هناك في المغرب. وعندنا ابو صلاح وشيكابالا اهي، هذه الكره اتلفت حلوه قوي الحقيقه، ورايحه عاليه في منتصف المرمى، وهدف التعادل. في وسط الملعب لفريق وادي دجله، طويله لكن ترجع تاني للفريق المغربي. استلام على حدود منطقه الجزاء في مساحه، وكره خطيره جدا، فرصه الهدف الثاني والهدف الثاني 2-1 في دقيقتين. 2-1 في دقيقتين. اجيسا ديارا المره دي برضو بالرجل الشمال، الكره اللي فاتت بالقدم اليسرى سيلفان كوكورا في الدقيقه 20، واجيسا ديارا في الدقيقه 21. هدفين في دقيقتين للفريق المغربي، والهدفين تقريبا من نفس اللعبه او نفس المكان، يعني توغل من العمق واللي على الجانب الايمن، سواء كان اجيسا ديارا بيقطم لجوه وبالقدم اليسرى، حاجات شبه بعض. هذه الكوره المره دي خدت الكوره ودخلت بيها منطقه الجزاء، اللي فاتت كانت من على حدود المنطقه. والهدف الثاني للفريق المغربي الحقيقه في دقيقتين. الفريق ترقيصه حلوه ومرور بشكل جميل من الاسماء برضو، وسقوط حكمه بتقول ما فيهاش حاجه، وتردت الكره على الجانب الايسر للفريق المغربي. كره طويله في المساحه ومحاوله للمرور، وكره داخل منطقه الجزاء وسقوط وتسديده جول للفريق المغربي بعد مرور ومراوغه جميله الحقيقه في اللقطه اللي فاتت. سلمى تمر داخل منطقة الجزاء وبهدوء الحقيقة الكرة في الشباك. دي اللي كانت في وسط الملعب، والحكمة قالت ما فيهاش حاجة، مايا المرغاني اللي كانت في اللعبة اللي فاتت. وبعد كده راحت الكرة على الجانب الأيسر
شيماء مرتجي تحرز اللاعبة سلمى تمار 16 الهدف الثالث لفريق كازابلانكا. وبسهولة الحقيقة بتجيب الهدف الثالث، بتسجل الهدف الثالث. أمام حضراتكم داخل منطقة الجزاء، ومراوغة أولى ومراوغة ثانية ثم تسديدة من منطقة الستة. هدف يعني مؤكد أنها هتكون في الشبكة، الكرة من مسافة قريبة جدا أمام مرمى فرح الحائط البشري، نهى الصلح في الحائط البشري، وفرح سمير بتنادي عليها عشان تقفل الملعب. ومريم اللي كملت في وسط الملعب، مريم هجري نمرة 15 كملت في وسط الملعب في الشوط الثاني، وكرة عالية وضربة رأسية جول، ضربة رأسية جول. النيران الصديقة تخبط الكرة في سمر وتدخل في شباك فريق وادي دجلة. هي كانت بره، هي ملعوبة بالراس بره، ولكن الأوفر حلو، الأوفر هو اللي حلو الحقيقة. أوفر في منطقة الجزاء من مريم هجري ورأسية، وتخبط الكرة بعد الرأسية وتدخل. ادي الأوفر امام حضراتكم، الأوفر حلو وبلا رقابة في منطقة الجزاء. شيماء كريم وضربة رأسية تخبط في سمر وتغير اتجاهها، صعبة جدا جدا، صعبة جدا جدا. 4-1 للفريق المغربي سبورتنج كازابلانكا. شوف كرة رايحة بره تخبط وتغير اتجاهها، والهدف الرابع للفريق المغربي. هدف عكسي، وادي محاولة المرور، فريق متكامل فريق سبورتنج كازابلانكا. الجانب الايمن وفرصه لهدف خطيره جدا للفريق المغربي. برافو برافو فرح، برافو، جول 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 في المره الاولى فرح سمير، لكن في المره الثانيه الكره في الشباك. والهدف الخامس لفريق سبورتنج كازابلانكا، الهدف الخامس لفريق سبورتنج كازابلانكا. الرقم مع الابيض مش بيبين الارقام مين على التيشيرت، ف اعذرونا يا جماعه مش واضحه، لكن ساره 6 ساره. والهدف الخامس لما مريم هجري في وسط الملعب ده. لا كابتن التيم، مفيش كلام. مرور و فتحه اللعب، وشوف الترقيصه دي، اللعب اتفتح، عدلت الكره على الوسط دي هي اللي فتحت اللعبه. وبعد كده ترقيصه تانية حلوه قوي من ساميه مفتاح، واتردت الكره والهدف. نورا بوكار وساميه مفتاح. للسيدات جيش الملكي هو البطل لدوري ابطال افريقيا، وطبعا متاهل دايركت مباشره للبطوله، وبعديه هيوصل كمان مع الفريق كازابلانكا. وادي فرح وكرة بتتقطع وخطيرة جدا داخل منطقة الجزاء، والسادس 6-1 من رقم 10 اللي أضاعت الكرة اللي فاتت، لكن دي سهلة خلاص. المباراة من بداية الشوط الثاني من بعد الطرد خلاص. وده طبعا احتفالات بالهدف السادس، احتفالات بالكاس، يعني مش عارف الحقيقه، هدف سادس واحتفال جميل الحقيقه، تحس ان هو مترشحه في الانتخابات يعني. 6 خلاص. ادي الكره من فرح سمير اهو، وتخبط في الدفاع، دربكه وغياب للتركيز من لاعبات دجله، وتاتي الكره بهدف سادس بعد خطا من دفاع وادي دجله في ابعاد الكره. فرح سمير تخبط في امنيه، وبعد كده بباطن القدم في المقص، صعبه قوي قوي قوي.